لدينا سؤال يقول: إذا كانت مضروب الإكس في مضروب الواي يساوي 120 في مضروب إكس واي، فأوجد قيمتي إكس وواي. احنا حالتين، ممكن نقول أن مضروب الإكس في مضروب الواي يساوي، طبعا هذا 120 يعني ممكن هي عبارة عن مضروب الخمسة في مضروب الإكس واي. إحنا يعني بالمقابلة بناخذ إما ناخذ الإكس مع المضروب الخمسة، ومن ثم الواي مع المضروب إكس واي. إذن يعني في هذه الحالة بيكون مضروب إكس يساوي مضروب الخمسة، ومنها نحصل أن الإكس تساوي 5، أو أن مضروب الواي يساوي مضروب الإكس واي، بالتالي الواي يساوي إكس واي، والواي يعني ندخل الإكس واي الطرف الآخر، إكس واي يساوي 0. طيب، وأخذ مع مشترك الواي، كما واحد ناقص إكس يساوي 0. فالآن إما أن الواي تساوي 0 أو الواحد ناقص إكس يساوي 0، ومنه أن الإكس تساوي 1، وهذا الواي. طبعا هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية وهي إنه نقول مضروب الإكس مضروب الواي يساوي 120 في مضروب إكس واي. الآن نقول نأخذ الواي، إذا مضروب الواي يساوي مقابله مضروب الخمسة، بالتالي الواي تساوي إيش؟ 5. أو أن إيش؟ مضروب الإكس يساوي مضروب الإكس واي، بالتالي أصبح إكس تساوي إكس واي. معنى هذا الكلام أن إكس ناقصا إكس واي يساوي 0، ومنه أن أخذنا من مشترك الإكس يبقى 1 ناقص واي يساوي 0. فإما أن الإكس تساوي 0 أو 1 ناقص واي تساوي إيش؟ 0، وهذه يؤدي إلى أن الواي تساوي 1. بالتالي هنا يعني الحلول المقترحة إنه إما إنه إكس تساوي 0 والواي تساوي 5، أو يعني هي اللي تحقق المعادلة، أو الواي تساوي 0 والإكس تساوي 5. أو بطريقة أخرى، طريقة ثالثة، ممكن نكتب مضروب الإكس في مضروب الواي يساوي 120 في مضروب الإكس واي. الآن لو قسمنا على الإكس مضروب الإكس واي طرفين، يكون معي هنا مضروب الإكس في مضروب الواي مقسومة على مضروب إكس واي يساوي 120. هذا عبارة عن مضروب 5
في مضروب الصفر على مضروب 5 في مضروب الصفر في الصفر. طيب إذن بالمقارنة الإكس تساوي 5 والواي تساوي 0.